الخس، ناس كتير فاكرة إنه مجرد سلطة ملهاش لازمة، بس الحقيقة الخس في السحور مش بسيط زي ما احنا فاكرين. ده ممكن يفرق معاك في العطش والتركيز طول يوم الصيام. ولو جينا نشوف تأثيره على ترطيب الجسم، فهنلاقي إن الخس أكتر من 90% منه مية، يعني بيساعد جسمك يفضل مترطب ويقلل الإحساس بالعطش أثناء الصيام. أما بالنسبة لتأثيره على المعدة، فلو معدتك بتتعب في الصيام، الخس بيهدي الجهاز الهضمي ويقلل الحموضة والانتفاخ. والخس ليه تأثير كبير على النوم، لأنه بيحتوي على مواد طبيعية بتساعد على الاسترخاء ونوم أهدى بعد السحور. ولو شفنا تأثيره على الجوع، فهنلاقي إن الخس فيه ألياف بتدي إحساس بالشبع وتقلل الجوع في أول ساعات الصيام. ميزة تانية مهمة إن الخس سعراته قليلة جدا، يشبع من غير ما يزود حمل على الجسم، وده يخليه اختيار ذكي، خصوصا لو بتصوم وفي نفس الوقت عايز تحافظ على وزنك. والخس غني بفيتامين A وكي ومعادن مهمة للجسم بتدعم المناعة وصحة العظام، وبتساعد جسمك يكمل الصيام من غير إجهاد. وأحسن طريقة لأكله إنك تاكله طازة في السحور، وممكن تضيفه مع زبادي أو شوية زيت زيتون، كده تشبع أكتر وتستفيد بفوائده من غير ما يتقل. بس خد بالك، لازم الخس يتغسل كويس جدا علشان تتجنب أي مشاكل في المعدة وتحافظ على فايدته من غير تعب أو إزعاج. معلومة بسيطة بس فايدتها كبيرة. فايدة هب، فايدة بسيطة بس تأثيرها كبير.